ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي ومتابعيني الأعزاء. والنهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي ال undefinite article. undefinite articles اللي هي أدوات النكرة. ما هي أدوات النكرة؟ أدوات النكرة هي كلمات تأتي قبل الاسم، وهي تنقسم إلى جزئين: a and an. أداة النكرة a وأداة النكرة an. في حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، إن أدوات النكرة a and an دايما بيجي بعدها singular noun. يعني إيه singular noun؟ يعني اسم مفرد. دي أهم حاجة لازم نخلي بالنا منها في أدوات النكرة، إن أداة النكرة سواء a أو an هما الاتنين بيجي بعديهم اسم مفرد. اسم مفرد، لا يأتي بعدها أبدا اسم جمع، أو لا يأتي بعدها أيضا اسم لا يعد، دايما يأتي بعدها اسم مفرد يعد. طب إزاي أفرق يا مستر بين a and an؟ أفرق إزاي بين أداة النكرة a وأداة النكرة an؟ سهلة جدا. أداة النكرة a دايما بيجي بعدها consonant sound. يعني إيه consonant sound؟ يعني صوت ساكن. يعني نقول دايما الكلمة اللي بعد أداة النكرة a بيجي الكلمة اللي بعدها على طول تبدأ بصوت ساكن. يعني نقول a boy، نقول a girl، نقول a tree، نقول a dog، نقول a school. تمام؟ a boy الب ساكن، a girl الج ساكن، a tree الت ساكن، a dog الد ساكن، a school ساكن. يبقى دايما بستخدم أداة النكرة a قبل الاسم الذي يبدأ بصوت ساكن، وخلي بالنا صوت ساكن وليس حرف ساكن. الأهم في نطق الكلمة وليس في السبيلنج بتاعها. لأن مثلا خلينا طيب في an برضو أداة نكرة يأتي بعدها اسم مفرد زيها زي a. طب أفرقها إزاي عن an دايما بتيجي بعدها vowel sound. يعني إيه vowel sound؟ يعني صوت متحرك. يعني نقول an orange، نقول an apple، نقول an egg، وهكذا. تعال نشوف an orange بدأت بالساوند O، an apple بدأت بالساوند أ، an egg بدأت بالساوند إ. دي كلها حروف أو أصوات متحركة. يبقى دايما بستخدم an مع الكلمات التي تبدأ بصوت متحرك زي orange، زي apple، زي egg. ماشي؟ زي مثلا نقول an animal، an animal، an animal هنا. تمام؟ بادئة بالصوت أ. طيب نخلي بالنا احنا قلنا أ دايما يجي بعدها صوت ساكن مش حرف ساكن. ليه بقى ما بنركزش على الحرف، بنركز على الصوت أكتر؟ لما نقول مثلا hour دي معناها ساعة اللي هي 60 دقيقة. يعني تاخد ولا ان؟ ولا ان؟ طبعا انت لو هتقول ان احنا بناخد مع الكلمات اللي بتبدأ بحرف ساكن، يبقى في الحالة دي هناخد وكده بتبقى خطأ. احنا بنتكلم او بنخلي بالنا من الصوت بتاع الحرف الاول بتاع الكلمة. احنا قلنا hour ساوند هنا متحرك،
يبقى ناخد an، ما تنفعش خطأ. an hour يعني ساعة، an hour يعني ساعة. هنا الحرف ال H ده silent، واحنا بدأنا الكلمة بفاول ساوند يعني بصوت متحرك. يبقى نخلي بالنا جدا ان بستخدم مع الكلمات التي تبدأ بصوت ساكن، وبستخدم ان مع الكلمات التي تبدأ بصوت متحرك. تمام؟ يبقى دول بنسميهم ال undefinite articles اللي هي أدوات النكرة اللي هي and an. ويا ريت تكونوا استفدتوا من هذه الحصة، ولو استفدتم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.